حاجات مستحيل اكلها حتى لو مش عامل دايت. اللانشون بقى والسوسيس، اللحوم المصنعه بشكل عام مليانه مواد حافظه والقيمه الغذائيه صفر. الكورن فليكس كارثه حرفيا، وهو كارثه علشان الناس بتتعامل معاه ان هو وجبه صحيه متكامله، وهو عباره عن دقيق وسكر. الصوصات بشكل عام زي الكاتشب، المايونيز، الحاجات الجديده اللي زي الرانش والكلام ده، للاسف بيبقى فيها اسوأ انواع الزيوت ومليانه مواد حافظه. وانا عن نفسي ما برجحش الصويا صوص خالص، بس ده موضوع كبير نتكلم فيه بعدين. العيش الفينو او اي عيش معمول من دقيق ابيض، وبصراحه هو مشكلته معايا الكبيره انه بيجوعني جدا، انا مهما اكلت منه ما بشبعش. زيوت الآلية والسمنه اللي مش طبيعيه. الحاجات بقى اللي هي النص آلية دي طبعا احنا بنحطها في الاير فراير وفاكرين ان احنا كده عملنا انجاز. مليانه زيت وسعرات. ما اكدبش عليكم انا بحب الحلاوه قوي، بس هي مليانه سكر وزيوت، وكل ما تاكل منها تبقى عايز تاكل منها اكتر. وطبعا انتوا عارفين انا مستحيل اشرب عصير لانه عباره عن شويه سكر وميه، وما يغركش الكلام اللي مكتوب عليه. الفاكهه عشان تستفيد منها ومن طعمها فعلا كلها. مش بشرب اي صودا، اكيد دي كلها سكر برضو، بس لو زنقت باخد اي حاجه دايت. الزبادي بقى اللي بيقولوا عليه بالفاكهه، هو مش بالفاكهه، هو بالسكر من الاخر. امال ازاي اختار الزبادي المناسب ليا وسط كل زحمه الانواع دي؟ فولو عشان هو ده اللي قاله لك في الفيديو الجاي.